السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دول يا جماعة شوية فراخ فلاحي، اي نعم في منهم نطت بره، بس دول شوية فراخ فلاحي معاهم روميتين اهمت. كانوا طالعين الروميتين دول مع بط وانا نقلتهم مع الفراخ طبعا، والبط راح مع البط. الفراخ الفلاحي ده انا بدأت اخلط له التخليط اهو، عيش على تشيش على عليقه، بنديهم بشويه ميه طالما العيش مش متدشش في المكنه، بنديه بشويه عليقه اهو، بنديه بشويه ميه كده يبقى مندي، يبقى مش مبشنن ويبقى مندي عشان خاطر الديدان، وعلشان الدنيا الجو الصيف ده بيبقى عايز حذر في الاكل شويه. احنا دلوقتي بناكل دلوقتي مثلا الساعه كام؟ الساعه 6:30 المغرب، دي الوجبه التانية، والساعه 6:30 الصبح الوجبه الاولى. قبل الحر الميه تتغير باستمرار، الميه تتغير باستمرار. بعد الميه ما تتغير باستمرار عندنا ريفو نحط في الميه، عندنا الميه تكون في مكان ضل، ما يبقاش في مكان مشمس، علشان نحافظ على طيورنا من الحر والفتره الجايه دي. عندنا بقى فيتامينات سي قدر الامكان، اي فيتامين سي رافع مناعه، الفيتامين سي رافع مناعه. اي توم وليمون يا جماعه، بس يكون في الوجبه بتاعت المغربيه دي، بلاش الصبحيه عشان الفيروسات وعلشان الجدري وعلشان الكلام ده كله، وتبقى رافع مناعه برضو طبيعي. عندنا ايه يا ربي؟ عندنا اي فيتامينات سي سواء طبيعيه او من الجيسيمول اللي هو في الصيدليه ده البشري. مثلا نعناع، ليمون، كركديه، عرقسوس، كل الكلام ده يا جماعه بيبقى حلو جدا، بيتحط في الوجبه بتاعت الصبحيه وبالليل برضو، بس الصبحيه اكتر عشان تخفف الاجهاد وتدي روح للفرح وانتعاش ليه. في بقى انا كنت عملت فيديو عن الجدري وازاي نعالجه والكلام ده، ولله الحمد. عايزه اوريكم الفرق اللي في وش الروميه. شايفين الفرق؟ هحط لكم صوره لها في الوقت ده وهي وشها بايظ خالص. ماشي. عايزين بقى نتكلم كمان، وطبعا نحاول نحافظ ونطعم للجدري لو فراخنا اصغر من كده، ولو في امكانيه نطعمهم وهم كده يا ريت. اللي عايزاكم بقى تتابعوا بيه طول فتره الصيف، خصوصا لو بتوكلوا بواقي اكل البيت اللي هي شوربة الديدان. وطبعا برضو انا اتكلمت عن الشوربة اللي انا بستعملها في فيديو. طيب انا كنت جايبة يعني جرعة لولادي وجرعة لنا، ففاضل منها. ماشي. طب والبتاعة الطيور خلصت، طب اروح اشتري؟ طب ما انا عندي، طب اعمل ايه؟ شايفين انا حطيت امبارح قرص، هحط قرص التاني اهو على الرجل او نص رجل. ده الزنتال اللي هو بتاع الادويه، يعني اللي هو بتاع الديدان والكلام من ده. انا حطيت امبارح قرص، والنهارده هحط قرص بكره الصبح. يعني القرص ده انا حطيته النهارده الصبح، هحط بكره الصبح. خلاص الميه قدامهم قربت تفضى، مش هحط تاني، هشيل بقيه الميه. هم شربوا ما هم واتغدوا يعني اتعشوا، فانا خلاص بقى كده تمام. هشيل الميه من قدامهم خالص واجوعهم، واجي الساعه 6 الصبح احط لهم الميه واسيبهم وانزل، ما احط لهمش اكل خالص. ماشي. لما يشربوا الميه يبقوا عطشانين يشربوا، بعدها بساعتين. وممكن ما احطش وجبه الفطار دي كمان، يكفيني الميه بس مع القرص ده. وبالليل والعصر احط لهم اكل واكنس بقى. يعني مثلا انا حطيت وهم جيت على العصر كده هتني كنسه المكان، ولو فاضل ميه مني او يعني احط شويه صغيرين على قد شربهم، يعني يكفيهم الفتره دي بالظبط، ما زودش عليها.
فاضل الميه بقى اكبها واحط حاجه فيتامينات او اي حاجه عندي او رافع مناعه، وبالذات يا ريت فيتامينات عشان تدي الفرخه حيويه كده، عشان مكان الفتره اللي هو قعدها من غير اكل، وكمان تقوي جسمه مكان لو في ديدان او في بويضات ديدان او في اي حاجه. خلاص تمام. كل الفيديوهات والمواضيع اللي انا اتكلمت عنها وانا بتكلم حاليا هي موجودة على القناة وعلى الصفحة. متنسوناش بقى في اللايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.